أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. في هذا الفيديو مجلس إدارة الأهلي استفيدوا يرحمكم الله. كونوا على مستوى الحدث ولا تكرروا الأخطاء السابقة. بعد انتهاء التصفيات الآسيوية 5 منتخبات عربية إلى الملحق. بقول لمجلس إدارة الأهلي استفيدوا من الأخطاء السابقة وما تكرروش اللي فعلتوه السنة اللي فاتت قبل مباراة السوبر الإفريقي مع الزمالك. اللعيبة لازم تقفلوا عليها ويدخلوا في معسكر مغلق وتمنعوهم من الحديث لوسائل الإعلام، وتعينوا متحدث إعلامي، كابتن محمد يوسف أو الكابتن محمد شوقي أو أي واحد يتكلم عن الفريق. لكن إن اللعيبة تطلع لوسائل الإعلام وتعمل حوارات ومقابلات وتصريحات، ده هيطلعهم عن تركيزهم. وافتكروا كويس الاسبوع اللي سبق مباراة السوبر السنة اللي فاتت، اللعيبة اللي كانت بتروح افراح وافتتاح محلات وسهرات، والثقة الزايدة اللي كانت عندهم وعدم تركيزهم وأدى في النهاية لخسارة السوبر. الحوارات اللي اللعيبة بتعملها ديت بتشغل جزء قليل من جماهير الأهلي. إذا كان همكم إن انتوا تشغلوا جماهير الأهلي، لا، جماهير الأهلي معظمها أو أغلبيتها ناس فاهمة وواعية. كل اللي انتوا بتعملوه دوت علشان ترضوا قلة قليلة من متابعي السوشيال ميديا مش هيفيد بحاجة مع أول خسارة للفريق. واتعلموا من درس باتشوكا رغم إنها مباراة ودية، إلا إن تعادل الأهلي وهزيمته بضربات الجزاء اللي ما كانش لها أي لازمة خلت الجماهير زعلت وقامت عليكم وتهاجمكم. فقفلوا على اللعيبة وخليهم يركزوا، ولازم مع التدريب يكون فيه كلام. كابتن عماد النحاس يقعد مع المدافعين ويتكلم معاهم ويدرس معاهم نقاط القوة في فريق انتر ميامي، وميسي ازاي بيتحرك وازاي نقدر نحجمه ونحجم دوره. الكابتن محمد شوقي يقعد مع المهاجمين أو لاعبي خط الوسط ويتكلم معاهم عن نقاط الضعف في الدفاع في فريق انتر ميامي، والمدرب يعمل محاضرات ويكون في إعداد نفسي، واللاعيبة تركز. خلاص فاضل 72 ساعة على الماتش. امنعوا الحوارات والظهور الإعلامي للاعيبة، لازم يركزوا في الماتش. مع أول تعادل أو خسارة الجماهير اللي انتوا بتحاولوا ترضوها بالحوارات اللي ملهاش لازمة للاعيبتكم تطلع تعملها، الجماهير هتقوم عليكم وانتوا هتلعبوا في منتدى عالمي كأس العالم للأندية بشكله الجديد. الكلام ده نعمله مع الفرق في الدوري المصري هنا. انتوا مش هتقابلوا فاركو تغلبوه 6 ولا حرس الحدود تغلبوه 5. انتوا هتلعبوا انتر ميامي وهتلعبوا بورتو وهتلعبوا بالميراس البرازيلي. فلازم اللعيبة تكون على مستوى الحدث ويكون فيه حماس وإعداد نفسي ومعنوي، لأن اللاعب المصري الروح والحماس بتفرق معاه جدا. وما يتحط في تحدي بس يكون مركز بيقدر يتميز ويتفوق في هذا التحدي. واللاعبة قادرة على إنها تهزم انتر ميامي، ولازم تحطوا في اعتقادهم وفي أذهانهم والمدرب كمان ان المباراة بتاعت انتر ميامي هي اسهل مباريات المجموعة، واللي لو كسبوها هتفتح لهم الطريق للتأهل للدور الثاني. التأهل للدور الثاني يبدأ من مباراة انتر ميامي. دايما الفرق المصرية حتى المنتخبات المباراة الأولى بتعمل حساب زيادة عن اللازم للفرق اللي بتقابلها، وبعد كده تتندم وتقول كانت المباراة الأولى أسهل مباراة ولو كنا كسبناها كنا تأهلنا. فلما ناخد ال3 نقط في المباراة الأولى يبقى محتاجين نتعادل في مباراة من المباراتين التاليتين، تبقى المهمة سهلة. إنما مع عدم التركيز وعدم الإحساس بالمسؤولية، المباراة الأولى لو ضاعت مش هنقدر نعمل حاجة في المباراتين التاليتين. مباراة بالميراس ومباراة بورتو هتكون أصعب بكتير من مباراة انتر ميامي. للمرة الأخيرة دخلوا اللعيبة في معسكر مغلق وقفلوا عليهم، منعوهم من الظهور في وسائل الإعلام علشان يركزوا، وبالتوفيق إن شاء الله.
ومع المنتخبات العربية اللي كانت بتلعب امبارح في الجولة الأخيرة لتصفيات آسيا، صعد أول وتاني كل مجموعة مباشرة لكأس العالم. كانوا متقسمين ل3 مجموعات، والثالث والرابع في كل مجموعة هيلعبوا دوري من دور واحد، يتقسموا المجموعتين. المجموعة الأولى على رأسها السعودية، وهيكون معها الإمارات أو العراق أو عمان أو إندونيسيا. المجموعة الثانية هيكون معاها على رأسها قطر، وهيكون معاها فريق من الفرق اللي احنا قلنا المستوى الثاني الإمارات أو العراق، والمستوى الثالث عمان أو إندونيسيا. فال5 منتخبات العربية السعودية، العراق، الإمارات، عمان، قطر، ومعاهم إندونيسيا الفريق السادس. التصفيات هتكون إن شاء الله في شهر 10، ويعملوا قرعة مقسمينهم ل3 مستويات. مستوى أول قطر والسعودية هيكون كل واحد في مجموعة، مستوى الثاني الإمارات والعراق كل واحد في مجموعة، المستوى الثالث عمان وإندونيسيا هيكون كل واحد في مجموعة. يلعبوا مباراتين بس من دور واحد، كل فريق يلعب مباراتين. الأول هيتأهل مباشرة، والثاني في كل مجموعة هيلعبوا مع بعض مباراة فاصلة، واللي يكسب هيتأهل لملحق عالمي يصفي تاني في مباراة فاصلة لتحديد اللي هيصعد. امبارح شفنا مباراة السعودية، وانا نزلت فيديو امبارح، وطبعا ما كانش ينفع اقول ان المهمة مستحيلة. السعودية عشان كانت تتأهل مباشرة لكأس العالم كانت لازم تكسب استراليا بفرق 5، وطبعا ديت كان مستحيل. بس ما ينفعش قبل الماتش اقول مستحيل، قلت المهمة صعبة لكنها مش مستحيلة علشان معنويات اللعيبة والجهاز والجماهير، لكن المهمة كانت مستحيلة. وحذرت من انهم يندفعوا للهجوم عشان عدد الاهداف والدفاع يسمح لاستراليا انها تحرز هدف، وحصل ما توقعته، واحرزت استراليا هدف وهدفين كمان وكسبت المباراة. وعايز اقول لجماهير السعودية ما تزعلوش من ضربة الجزاء اللي ضاعت، حتى لو كانت جت، حتى لو كانت السعودية كسبت 3 و4-2 ما كانتش هتفرق حاجة. لسه في أمل إن شاء الله، وعندنا الملحق إن شاء الله بالتوفيق للمنتخبات العربية، ونتمنى نشوفهم ال5 في كأس العالم، لكن للأسف 2 هيصعدوا مباشرة و1 هيلعب في ملحق تاني لتحديد المتأهل. بالتوفيق، واشوفكم في فيديو قادم، والسلام عليكم.